التأسيس الفعلي؟ في الحقيقة الحديث عن تاريخ التعليم وتاريخ الجامعة المصرية حديث شيق وممتع دائما، لأنه خليط ما بين التاريخ الاجتماعي والتاريخ السياسي والتاريخ الثقافي لهذا البلد. إذا رجعنا ورا شوية قبل ما نتكلم عن نشأة الجامعة الأهلية أو جامعة القاهرة أو الجامعة المصرية في ذلك الوقت، فإننا نجد أن محمد علي قد جاء بتعليم عالي بنفس المنظور اللي احنا شايفين به التعليم العالي النهاردة. محمد علي كان رجلا طموحا ذا مشروع سياسي وذا مشروع خارجي وداخلي، أسسه على علم وعلى إتقان وجلب له الخبرات الأجنبية، وده مطلوب دايما في بناء أي دولة بشكل حديث، ولذلك استحق محمد علي أن يكون مؤسس مصر الحديثة. فعندما أراد محمد علي أن يؤسس قوات مسلحة بدأ بمسألة التعليم يستفيد من الخبرات الأجنبية، واشتغل على شقين. في الأول هو نظر إلى نظام التعليم المصري في ذلك الوقت، والذي كان يقوم على الكتاتيب والأزهر. الكتاب يعلم النشء القراءة والكتابة ومبادئ الحساب، والأزهر يتعلم فيه المتعلمون العلوم الشرعية والفقهية وبعض العلوم كالفلسفة والتاريخ والجغرافيا إلى آخره. لكن محمد علي بنظرته الثاقبة وطموحه استطاع أن يعرف أن هذين الوجهين أو هذين القسمين من التعليم لا يعطيانه أو لن يعطيانه ما يريد، وبالتالي أسس نظام تعليم ممكن نقول إن هو بدأ بالهرم المقلوب. احنا النهاردة بنبدأ بالنشء، لكن محمد علي بدأ بتعليم للعمل، تعليم للتوظيف، تعليم يفيد مشروع. فأسس مدرسة الهندسة وكانت تسمى المهندس خانة، وأسس مدرسة الطب، وأسس مدارس الألسن والترجمة وغيرها وهكذا. ثم فشل أو قوّد مشروع محمد علي أو أفشل مشروع محمد علي بشكل أو بآخر، وعمل من جاء بعده على إكمال تلك المسيرة، والتي كانت ثمارا للبعثات التي بعثها محمد علي إلى الخارج. فعندنا رفاعة الطهطاوي وعندنا علي مبارك، واحد منهم من الصعيد واحد منهم من بحري، عشان نعرف ان نهضة مصر بتيجي من كل مكان. صحيح. رفاعة الطهطاوي من سوهاج، وعلي مبارك من الوجه البحري. هو يعني مشروع محمد علي تم ضربه زي ما حضرتك تفضلت بعد مؤتمر لندن 1840، لكن كان فكر محمد علي قائم على فكرة الابتعاث للخارج، لكنه أظن لم يفكر إطلاقا في تأسيس أكاديمية علمية على غرار تلك الموجودة في أوروبا التي كان يبتعث إليها الطلاب المصريين، ومنهم علي مبارك ورفاعة الطهطاوي وغيرهم. هو محمد علي كان أقرب إلى المدرسة العملية في العمل بشكل عام. هو لا يريد نقل الجانب الأوروبي بشكل مبالغ فيه، ولكن يريد الاستفادة من خبرات أوروبا. ولذلك هو المدارس اللي عملها خدمة لمشروع أي شكل بقى وأيا كان، لأنه برضه هو كان عارف الجهة الشرقية بتاعتنا دي، وهتعجب يعني هتتعجب وهيتعجب المشاهد لو قلنا أن محمد علي نفسه حاول تأسيس مدرسة للبنات في 1827 في الوقت اللي أسس فيه مدرسة الطب، ولكن لم يدخل هذه المدرسة أو لم يلتحق بها أحد. فإحنا كنا في مجتمع محافظ شوية، وهو لا يريد نقل ما يراه في أوروبا بشكل كامل، وإنما يريد مزجه بالطريقة الشرقية، وبالتالي هو بيستفيد من تلك الخبرات. على كل حال
بس دي نقطة مهمة زي سمحت لي يا اتفضل يا دكتور فندم. مصطفى، وجديرة بأن نتوقف عندها، لأن هو 1827 ليس تاريخا بعيدا عن بدايات القرن العشرين. احنا بنتكلم في 75 سنة، لكن تمام. نتيجة ابتعاث الطلاب للخارج وعودتهم ابتدوا ينقلوا أفكار أكثر انفتاحا، بما أدى فيما بعد في وقت قريب هقول جدا. لحضرتك الموضوع ده جه ازاي. اتفضل يا فندم. تمام كده. مم. احنا امام رجل عملي ورجل محافظ اللي هو محمد علي، لكن ابناء محمد علي نفسهم وما جاء بعده تعلموا، جزء منهم تعلم في اوروبا. مم. وبلاط اسماعيل ابن محمد علي او حفيد محمد علي ابن إبراهيم باشا. كان يعج، ابن ابراهيم باشا كان يعج بالاجانب. تمام كده. وايضا كانت هناك جاليات اجنبيه جاءت الى مصر في عهد محمد علي واستقرت في مصر، فبدانا بنشوف نماذج غربيه في المجتمع المصري. مم. وبالتالي من هنا بقى جاء التغيير ده. مم. تمام كده. هنا ربما أصبح المجتمع أكثر انفتاحا، اكثر انفتاح، أقل محافظة، اقل محافظه، على الأقل على مستوى المدن سمي يعني. كما شئت، سمي كما شئت. آه. على كل حال عقب تقويض تجربة محمد علي طبعا أقفلت العديد من المدارس التي كانت تخدم مشروع محمد علي، ولكن ظلت أمامنا بعض المدارس مثل مدرسة دار العلوم مم. التي يعني علي مبارك أعاد إنشائها مرة تانية في 1872 وسماها مدرسة المعلمين العليا. مم. تمام كده. ومدرسة الحقوق العليا. وهنا المجتمع هيبتدي، احنا دايما بنتكلم عن ان من قاموا بالحركة الوطنية في عهد محمد علي وما بعده، اما من الازهر او مثلا الحركة العرابية التي خرجت من الجيش، لان عرابي كان بيطالب بتساوي الرتب المصرية بالرتب التركية. مم. تمام كده. تمام. هنا هنجد بقى بدايات الشق الآخر. مم. من أين أتى سعد زغلول، ومن أين أتى أحمد لطفي السيد، مصطفى كامل ومن ومحمد أين فريد. أتى هؤلاء، ولم يكونوا خريجي الأزهر. مم. خد بال حضرتك. هنا بدأ المجتمع يتجه اتجاه آخر بقى، دي ثمرة أو نتاج تجربة محمد علي. دايما كنا نقول ان اللي قاموا بالحركة الوطنية واللي وقفوا ضد الثورة الفرنسية وكذا 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 هم علماء وطلاب الأزهر. طبعا علماء وطلاب الأزهر شاركوا في ثورة 19 فيما بعد، وأيضا كان بعض منهم مشارك أو حتى مساند للثورة العرابية، لكن وجدنا بقى ظهرت الطفرة العلمانية في ذلك الوقت. مم. هنا نحن أمام اللي هي مع ثورة 19. ما قبل ثورة 19، احنا قبل. لسه في أواخر القرن التاسع عشر. مم. تمام كده. مدرسة دار العلوم أو مدرسة المعلمين ومدرسة الحقوق، وظلت مدرسة الطب التي انتقلت إلى القصر العيني، وظلت في القصر العيني حتى الآن، وهي كلية الطب التابعة لجامعة القاهرة. ما زالت شغالة لغاية دلوقتي، وملحق بها قسم الصيدلة، وملحق بها طب الفم والأسنان. يعني إيه الطب أو اللي بيسموه العلوم الصحية النهاردة بشكل عام موجود في كلية الطب القصر العيني. مع بدايات القرن العشرين هنا يبدأ التفكير في إنشاء جامعة مصرية أو جامعة أهلية. في الأول جورج زيدان وهو أحد المفكرين المصريين، ويعقوب أرتين أيضا أحد المفكرين وهو أرمني في الأصل، كان يقطن في مصر وأحد المفكرين، فكروا في إنشاء جامعة للعلوم تجمع كليات مختلفة، وكانوا بيسموها مدرسة كلية تجمع أكثر من تخصص وهكذا، على غرار الجامعة الأمريكية في بيروت المنشأة في بيروت 1866. كانت طبعا الولايات المتحدة الأمريكية دولة في ذلك الوقت حصلت على الاستقلال التام، أو يعني حروب اللي هي كانت فيها حروب أهلية وحاجات زي كده، فالحروب الأهلية وضعت أوزارها. خلاص بدأت أمريكا تتنفس الصعداء،
فبدأت يعني تبني لها مستقبلا خارجيا بعد أن كانت منغلقة على نفسها. أسست الجامعة الأمريكية في بيروت 1866. يعقوب أرتين وجورج زيدان أرادوا. بمناسبة توارد التواريخ، 1866 تأسيس أول مجلس لشورى النواب في مصر في عهد مصر الخديوي وإسماعيل. أيوة تمام. يعني تمام كده. كانت المنطقة بتشهد على فكرة طفرات حراكا. يعقوب أرتين وجورج زيدان عايزين يعملوا مدرسة كلية، أو يعني خلينا نبسط الأمور نقول جامعة على غرار الجامعة الأمريكية في بيروت. تمام كده. هذه الفكرة التقت مع أفكار مصطفى كامل. مصطفى كامل عاد من أوروبا، وطبعا زي ما هو معروف إن فرنسا عملت اتفاق ودي مع بريطانيا 1904، وخاب أمل مصطفى كامل في إيجاد حل للمسألة المصرية، وطبعا راح تركيا ورجع وهكذا. بدأ يفكر بقى في الداخل. عند عودة مصطفى كامل من أوروبا أراد الأعيان والمثقفين عمل احتفال كبير لمصطفى كامل، وزي ما تقول كده أعنته بشيء من المال عشان هو صرف مصروفات كتيرة في أوروبا. لكن مصطفى كامل قال لهم يعني رفض هذا الاحتفال ورفض هذه المعاونة، وقال لهم ان احنا ممكن الفلوس ديت نبتدي نعمل بيها اكتتاب، تبقى بداية اكتتاب في جامعة أهلية. وبدأ يسخر صفحات جريدة اللواء التابعة للحزب الوطني الذي أسسه. بدأ يسخر صفحات 1906 أعتقد، من بداية من 1905 أو 4 كمان. من 1904 و5 بدأ يسخر جريدة اللواء للكتابة عن هذا المشروع العظيم في ذلك الوقت. ولك أن تعرف أكثر من شيء. أولا أن الحكومة لم تكن تفكر في هذا الوقت في إنشاء مثل هذه الجامعة ومثل هذه المدارس. ثانيا أننا واقعون تحت احتلال بريطاني غاشم، خاصة في ظل وجود اللورد كرومر يعني ذلك الرجل الذي حدثت في عهده طبعا حادثة دونشواي الفظيعة والشنيعة. فلك أن تعرف أنه من الصعب تقبل تلك الفكرة في ذلك الوقت. ومن هنا أراد مصطفى كامل أن يجعل هذا الأمر شعبوي أو جمهور، يعني يشارك فيه أكبر عدد من الناس. فأشار إلى الشيخ علي يوسف صاحب جريدة المؤيد وأن يكتب عن هذا الموضوع. وبدأ الشيخ علي يوسف في كتابة مقالات في جريدة المؤيد عن عن المطالبة بجامعة أهلية أو مدرسة كلية أو هكذا، أو الاكتتاب في مثل هذا المشروع. أيضا الشيخ محمد عبده والمثقفين مثل أحمد لطفي السيد وغيرهم بدأوا يتحدثوا عن هذا الموضوع. ومن أجل أن يرسي مصطفى كامل، وهنا العمل حقيقي، أن يرسي مصطفى كامل دعائم العمل الوطني اللي هو مش طالب منه حاجة بعد كده، رغم أن الجامعة الأهلية تأسست في 1908 لم يشارك لا مصطفى كامل ولا محمد فريد ولا سعد زغلول ولا هؤلاء في إدارة تلك الجامعة، وإنما أدارها كان أول مدير لتلك الجامعة هو الأمير أحمد فؤاد، اللي هو السلطان فؤاد بعد كده والملك فؤاد فيما بعد دستور 23، ونائبه حسين رشدي اللي هو كان رئيس وزراء بعد كده. ثم اتفضل. يعني عايز هنا أركز على دور أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد. هنيجي لدوره بعدين. خلينا بس ناخد خطوة في تسلسل، ناخد التسلسل. تم إعلان افتتاح الجامعة الأهلية في 1908 في ديسمبر في مبنى مجلس شورى القوانين اللي حضرتك أشرت إليه من شوية، في قاعة الاحتفالات وقاعة كبرى، وحضره طبعا كافة أطياف الشعب المصري آنذاك.
وبدأت المحاضرات في الجامعة في مبنى مؤجر مكان الجامعة الأمريكية في التحرير حاليا. يعني الجامعة الأمريكية حتى اتنقلت دلوقتي من المنطقة ديت، لكن هو كان مكان الجامعة الأمريكية، كانوا مأجرينه ب 350 جنيه في السنة. مبلغ ضخم جدا. مبلغ ضخم جدا طبعا. حتى لما في بعدها في 1913 زاد المبلغ ل 400 جنيه ما قدروش يدفعوه. دي تفصيلة. احنا عارفين ان الجامعة الامريكية نشأت، اول ما نشأت في البداية كانت ارسالية. تمام. كان هذا المبلغ يدفع لهذه الارسالية. ليس للارسالية. هذا كان قصر احد، يعني كان قصر حد في المكان ده. ويدفع ايجاره 350. يدفع ايجاره 350 لهذا الشخص يعني. عندما لم تستطع الجامعة او ادارة الجامعة ان هي تدفع المبلغ ل 400 جنيه، تم نقل مقر الجامعة لقصر آخر في شارع الفلكي مجاور لميدان التحرير برضه، مجاور لمجلس الشعب. يعني وممكن يكون كان مجلس النواب حاليا أقل تكلفة من الموضوع ده. في الوقت ده نقدر نتكلم عن حاجتين. أولا المحاضرات في الجامعة كانت من 5 ل 8 مساء. يعني المحاضرات في الجامعة ليلية مش مسائية. وهي ليست جامعة بالشكل اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. ثانيا لم تكن لها قاعات محددة. تمام كده. صحيح إدارتها في القصر اللي احنا بنتكلم عليه ده، لكن كان ممكن بيكتب في الصحف ان المحاضرات النهاردة هتكون محاضرات الجامعة الأهلية، هتكون مثلا في قاعة مجلس شورى القوانين، هتكون في نادي المعلمين، هتكون في أحد الأماكن العامة. ثالثا أن هذا المكان أيضا اللي أخذوه في شارع الفلكي حصلت مشكلة ما فانتقلوا لمكان، يعني حدث كذا تنقل، منها قصر الزعفران اللي هو في إدارة جامعة عين شمس حاليا، ثم عاد مرة أخرى إلى مكان ما، إلى أن وصلنا الأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل والطبيب بتاعها محمد علوي أو محمد علوي بيتكلم معاها عن المشاكل اللي بتواجهها الجامعة الأهلية. فما كان من الأميرة فاطمة إسماعيل إلا أنها استجابت على وجه السرعة وخصصت 6 أفدنة اللي فيهم مبنى وزارة الزراعة الحالي في بولاق الدكرور. يعني مكان 6 أفدنة لتبنى عليه الجامعة أو لتبنى مباني الجامعة ثم تنقل إليها الجامعة وتصبح بشكل مستقر. طيب دكتور مصطفى، يعني أنا حاولت أدور على هذه الفترة قبل أن تتبرع الأميرة فاطمة بهذه الأرض عن الدفعة الأولى، يعني أول من التحق بالجامعة الأهلية المصرية كان عدد الدفعة الأولى مع بداية أول عام دراسي كام؟ لم أجد معلومات دقيقة. هل هذا الوقت كان هناك توثيق لأسماء الطلاب وأعدادهم، ولا هذه المعلومات فقدت بشكل أو بآخر؟ لم تفقد. هذه المعلومات موجودة. نستطيع القول أنها كانت أعداد قليلة، وكان بيذاع بتنشر في الصحف أسماء الخريجين. الخريجين. وكان الخريج ما بياخدش، يعني مش بنفس الشكل بتاع الجامعة النهاردة ولا بنفس الترتيب، 4 سنوات أو 3 سنوات أو 5 سنوات زي كليات الهندسة، أو 7 سنوات زي كليات الطب أو هكذا. لكن كان من يستطيع أن ينبغ في مجال معين بيعمل زي بيبر كده وبيتم المناقشة فيه ويتم منحه الدرجة العلمية إذا كانت العالمية أو العالمية زي ما بيقولوا أو غيرها. لكن الأعداد كانت قليلة. الأعداد كانت قليلة في ذلك الوقت. إنما لو تحركنا هنلاقي ان الحكومة المصرية بقى في 1917 بدأت التفكير في إنشاء جامعة حكومية تابعة للحكومة المصرية. وفي 1923 تم إنشاء بالفعل 4 كليات. مش إنشاء بقى، هو ضم المدارس العليا، أصبح بقى جزء من الجامعة كليات. أصبحت مسمى كليات. فهي كلية الطب وكلية الآداب وكلية العلوم وكلية الحقوق.
هذه الأربع كليات، إلى أن صدر مرسوم في مايو 1925، يعني 100 سنة النهاردة، هو بإنشاء جامعة اسمها الجامعة المصرية، كانت مسماها كده بإنشاء الجامعة المصرية. وهنا يأتي بقى مين مدير الجامعة دي؟ أحمد لطفي السيد، ذلك المفكر الليبرالي الكبير الذي وضع أسس للكثير من هذه الجامعة، وطبعا أسس للكثير من المؤسسات زي مجمع اللغة العربية. وهذا الرجل حتى بعد قيام ثورة يوليو كانوا الضباط الأحرار عايزين يجيبوه رئيسا لمصر في ذلك الوقت، لأنه رجل متفتح ورجل ليبرالي ورجل توافقي كما يقال يعني. يعني هو 23 تم استصدار الدستور، 24 انتخاب أول برلمان، 25 تأسيس الجامعة المصرية. يعني حراك أسرع ما يكون، سريع جدا طبعا جدا. طبعا. هنا كان في تنامي للفكر الليبرالي بعد تأسيس حزب الوفد ونجاح ثورة 19 واعتماد دستور جديد. حزب الأحرار الدستوريين، بما دفع حتى لتغيير المسمى من السلطان فؤاد للملك فؤاد بمقتضى الدستور الجديد، باعتبار مصر أصبحت ملكية. تمام. هل أقدر أقول هنا أن الجامعة المصرية نشأت أول ما نشأت على الفكرة الليبرالية باعتبارها الفكرة المهيمنة في مصر آنذاك وتحكم، لأن الحكومة كانت وفدية؟ هذه الفترة ما بعد دستور 23 إلى قيام ثورة يوليو 1952 بيسموها شبه ليبرالية. شبه ليبرالية، لأن احنا مش عندنا الليبرالية بالشكل الغربي ولا الشكل الأوروبي. صحيح. بالظبط زي ما عندناش الإقطاع بالشكل الغربي ولا الشكل الأوروبي، اللي هو السيد النبيل اللي هو عنده ناس بتشتغل في الأرض وهكذا والكلام ده كله، وريع كل الأرض رايح له هو، وهو اللي بيأكلهم بيشربهم بيحميهم وهكذا. لم يكن عندنا إقطاع بنفس الشكل، ولم يكن عندنا ليبرالية بنفس الشكل الأوروبي. إنما تعد هذه الفترة يعني عايزين لو خدناها في إطار الجامعة وفي إطار التعليم هنقول إن هذه الفترة أنجبت مثقفين واعيين على درجة كبيرة من الوعي، لم تنل أو لم يكن، رغم أن حضرتك قلت في المقدمة إن ما بعد ثورة يوليو لقينا يمكن في كل محافظة النهاردة في جامعة، وفي محافظات فيها جامعتين، على مدى زاد عدد الجامعات، إلا أن كيفية التعليم ودرجة التعليم ونوعية التعليم اختلفت أيضا بعد تدخل الدولة. شوف حضرتك، احنا بنتكلم إن الأهالي أو المثقفين عايزين يعملوا جامعة في حين إن الحكومة مش موجودة. الحكومة ما فكرتش غير بعد فترة طويلة، ولم يستصدر مرسوم بقيام الجامعة المصرية إلا في سنة 25. بتتكلم على أن بعد ثورة يوليو وضعت الدولة يدها على الجامعات وعلى التعليم. هذا أفاد العملية التعليمية من ناحية، زاد عدد الجامعات وزادت عدد التخصصات، وبرضه خرج أجيال من المبدعين والمفكرين والمثقفين، لكن أصبحت الأمور أقل عنها من ما قبل ثورة يوليو. صحيح. ولا يعني لست منحازا لفترة على الأخرى، إن لكن هذه حقيقة. ربما كما بعد يوليو، لكن كيفا قبل يوليو. كيفا قبل يوليو. ولكل منهما مميزاته وإيجابياته وسلبياته. صحيح. لست منحازا لفترة على الأخرى. صحيح. وانا يعني اذا سمحت لي يا فندم بتفصيله بسيطه فيما يتعلق بان البدايه كانت شعبيه ثم جاء دور الحكومه. يجب الا ننسى ان اعلان الاستقلال كانت في تصريح 28 فبراير 22. تمام. وبالتالي اعلنت الحكومه عن اول جامعه بعد 3 سنوات فقط من الاستقلال، وهذا ليس زمنا طويلا يعني. ده صحيح، ده صحيح. بس احنا بنتكلم على ان المثقفين هم من أرسوا قواعد الجامعة بعيدا عن الفكر الحكومي أو الفكر الإداري في ذلك الوقت الذي لم يفكر في تلك الخطوة المهمة. هذه كانت خطوة مهمة في ذلك الوقت. على ذكر المقارنات ما بين قبل يوليو وبعدها، هل كان قرار الحكومة بتأسيس الجامعة عام 25 يقضي بأن يكون هذا التعليم مجانيا، التعليم الجامعي آنذاك، أم كان بمقتضى مصروفات دراسية يدفعها الطالب؟
لا طبعا بمقتضى مصروفات دراسية، لأن ما قبل ثورة يوليو، وهذا الجانب اللي أنا قلت لحضرتك لكل من الفترتين إيجابياته طبعا. وسلبياته، يحسب لثورة يوليو أنها جعلت أنها قامت بمجانية التعليم في الجامعي. المدارس من النشء لغاية التخرج الجامعي وقبل الجامعي. لكن التعليم الأساسي كان مجانيا قبل يوليو كان التعليم الأساسي مجانيا، لكن نعم. لم يكن وكان الدكتور طه حسين وزيرا طبيعي. للمعارف طبيعي. واستدرى أعتقد عام 50 يا دكتور مصطفى قرارا بمد المجانية حتى التعليم الأساسي، يعني حتى نهاية المرحلة ده الإعدادية. كلام سليم، كلام حضرتك سليم، لكن احنا بنتكلم بقى في ان يوليو عممت مجانية التعليم بشكل قاطع من العام الأول حتى التخرج من حتى التعليم ما قبل التخرج. الجامعي ثم التعليم الجامعي أساسا. هل أستطيع أن أقول أن هذه الطفرة إنجاز التعبير على المستوى الفني والثقافي التي يشهد بها الجميع فترة الخمسينات والستينات كانت نتاجا لتأسيس هذه البنية التحتية الجامعية بدءا من العام 25 يا دكتور مصطفى؟ بطبيعة الحال ما بعد ثورة يوليو يختلف تماما عن ما قبل ثورة يوليو من حيث الشكل والمضمون والتنفيذ، لأن هنا أنت قائم في جمهورية لها آلياتها ولها ضوابطها ولها قوانينها. لا أنا أقصد يا فندم هذا الكم الكبير من الكتاب والمفكرين والمبدعين حقيقة فترة ذهبية يا دكتور مصطفى. الإجابة على سؤال حضرتك أين ذهب طه حسين؟ ظل موجودا. نعم يعني لم يذهب إلى أي مكان. أيوة أيوة. نعم. ما ده إجابة على سؤال حضرتك. احنا بنتكلم دلوقتي بنتكلم دلوقتي في ان المفكرين موجودين، الإنسان لم ينتهي، واخد بال حضرتك، لكن سياسات اختلفت، السياسات بقى اختلفت الرؤى السياسية فيما بعد يوليو عن ما قبل يوليو، لكن وجد طه حسين، وجد أحمد لطفي السيد، وجد عبد العزيز فهمي، وجد الكثير من هؤلاء ما زالوا موجودين. اللي شارك منهم في السلطة شارك، واللي ما شاركش وانزوى أو تم إقصاؤه. ففي تواصل في الأجيال، لكن أنا عايز أقول لك إن السياسة غلبت بقى في الفترة دي، الخمسينات والستينات. الخمسينات المشروع الأيديولوجي، لأن ده المشروع الأيديولوجي. الله ينور على حضرتك. لكن السؤال يا فندم، وأرجو باختصار لأن الوقت تقريبا خلص، يعني البعض يقول أن لم يكن نظام التعليم فقط قبل ثورة يوليو هو الذي أفرز هذا الكم الهائل من الكتاب والمبدعين والمفكرين، وإنما أيضا اللحظة التاريخية لحظة نضال ضد الاحتلال ورغبة عارمة في التحرر والاستقلال. في ظن حضرتك هل الاثنين معا، أم بالفعل كان لدينا نظاما تعليميا متميزا جديرا بأن ينتج هذا القدر من المبدعين؟ هو بطبيعة الحال الحركة الوطنية منذ بداية القرن العشرين كانت في أوج قمتها وفي أوج نضجها أيضا. إذا اتكلمنا من شوية عن أن مصطفى كامل الذي حمل مشروع التنوير ومشروع الاكتتاب في الجامعة الأهلية، والأميرة فاطمة إسماعيل التي عندما يعني قالوا لها ان المبلغ بناء كلية الآداب هو حوالي 26,000، وده مبلغ كبير في الوقت ده، فعلى طول راحت مطلعة المصاغ بتاعها اللي هو عبارة عن أحجار كريمة من حاجات فريدة. ولما كانوا حسوا ان مفيش فلوس في مصر او الصاغة هنا هيضحكوا عليهم بالمعنى البلدي، بعتت الطبيب بتاعها اللي هو محمد علوي ده، باعوا في اوروبا وعاد ب70,000 جنيه. تعرف من هنا مدى التكاتف الكبير الذي كان فيه الشعبي. والنضال. اذا دكتور مصطفى نخرج لفاصل مشاهدينا الكرام ثم نعود. جامعة القاهرة ليست مجرد جامعة، لكنها بيت خبرة للدولة المصرية، وهي قبلة العلم والتنوير في مصر والوطن العربي.
وعلى مدار تاريخ تجاوز أكثر من 115 سنة، ساهمت هذه الجامعة العريقة في وضع نواة كثير من الجامعات المصرية والعربية، وكانت منارة لطالب العلم من كل أنحاء العالم. واليوم تضم كلياتها 270 ألف طالب وطالبة من مختلف الجنسيات في برامج دولية مشتركة مع كبرى الجامعات العالمية، تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، ولرفع اسم مصر عاليا في جميع المجالات. وفي السنوات الأخيرة كتبت وحققت جامعة القاهرة ملحمة إنجازات قوامها الثابت مفهوم التنوير، ومهمتها تطوير العقل المصري وبناء الإنسان وفتح الأبواب والعقول. استراتيجية واضحة ومحددة أعلنها الدكتور محمد الخشت في أغسطس 2017 لتتحول جامعة القاهرة لجامعة من الجيل الثالث ثم الجيل الرابع، وتدخل أقدم جامعة مصرية في مصاف جامعات الجيل الخامس، حيث يكون التعليم والبحث العلمي قائما على الابتكار والعلوم متعددة ومتداخلة التخصصات. وعلى مدار السنين السبع حققت جامعة القاهرة طفرة غير مسبوقة في جميع القطاعات التعليمية والبحثية والتنموية، ووضعت إمكانات علمائها وباحثيها في خدمة المجتمع ودعم مسيرة العمل الوطني في مصر، لتظل جامعة القاهرة مصدر فخر لكل المصريين. مش حتة فيك يا مصر ما فيهاش آثار، ما فيهاش تاريخ. أي سايح في الدنيا هو عايز يعيش تجربة متكاملة. مصر دايما بتراهن على الاقتصاد القائم على السياحة. مصر أكبر دولة في العالم في الآثار المسيحية واليهودية والإسلامية. احنا بنقصد نقول وندور على التفاصيل اللي مش بتتقال في العموم. في الأوقات التالية على الثقافية. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة سلاح عظيم، كنز لا يفرغ، غنى لا يسقط أبدا، ميناء هادئ ساكن. عظات لآبائنا الكهنة، ألحان كنسية، تأملات روحية، ترانيم تسمو بالوجدان، جولات في كل كنائسنا المصرية. الصلاة هي مفتاح السماء، جالبة السرور، درع الإيمان، الدرع الواقي ضد عدو الخير. الصلاة هي الجسر الذي يربط ما بين الأرض والسماء. تابعونا كل أحد على شاشة النيل الثقافية مع صلاة قداس الأحد. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم من جديد، واجدد التحيه لضيفي في الاستوديو الدكتور مصطفى يونس الباحث في التاريخ. وكنا وما زلنا نتحدث عن تأسيس الجامعة المصرية، وربما يعني ما يعن لذهن المشاهد في هذه اللحظة أن يتساءل عن الدفعات الأولى من الجامعة المصرية. يعني إذا كان أحمد لطفي السيد هو رئيس الجامعة أستاذ الجيل، فمن كان الطلاب من الخريجين؟ طبعا سهير القلماوي يعني تخرجت في حتة طريفة كده، ان اول دفعة في سنة 29. طبعا في 25 كانت ما زالت الجامعة لم تجد لها المقر، وايضا هي في المقرات الخارجية. في سنة 28 احنا معانا على فكرة على الشاشة يا دكتور مصطفى، حضرتك بتتكلم مجموعة من الصور عن هذه الدفعات الأولى. الصورة دي مع طه حسين دي كان لها حكاية، الصورة دي بالذات كان لها حكاية. ايه حكايتها يا دكتور مصطفى؟ أقول لحضرتك. اتفضل. في سنة 28 انتقلت الجامعة بقى إلى مقرها الحالي في الجيزة، ولها بقى أوقاف. الأميرة فاطمة إسماعيل توفيت سنة 1920، وعاملة 600 فدان في المنصورة وقف لخدمة جامعة القاهرة. وحتى لا ننسى في الاكتتاب اللي عمله مصطفى كامل وما بعد وفاة مصطفى كامل، كل أطياف الشعب المصري شاركت فيه، صغار الموظفين، الفلاحين. يعني أنا وأنا بشتغل في الماجستير كنت بشوف في جريدة المقطم اللي هي أصلا كانت تابعة للاحتلال الإنجليزي، وجريدة الأهرام والصحف الكبيرة، صفحة دايما بينشروا فيها أخبار الجامعة الأهلية. وكان في ناس بتبعت 50 قرش، ناس بتبعت جنيه، وهكذا.
من الفلاحين ومن صغار الموظفين. 50 قرش في برضه مصر. الجنيه دي كانت مبالغ كبيره على كانت فكره. مبلغ كبير. آه. اللي انا اقصده ان كل الاطياف شاركت، ليس الفضل للاميره فاطمه اسماعيل فقط، ولكن كل الاطياف شاركت. وقيل ان مصطفى كامل شارك ب 500 جنيه، وقيل ان سعد زغلول شارك ب 100 جنيه. على كل حال نرجع لسؤال حضرتك. في عام 28 أصبح المقر الرئيسي اللي هو في الجيزة اللي هو موجود حاليا هو مقر الجامعة المصرية، وظلت باسمها الجامعة المصرية. في 1929 وهنا بقى دور لطفي السيد ودور طه حسين كمان. التحقت سهير القلماوي وأربعة معها، أول دفعة من النساء 4. وكان طرح الكلام ده في سنة 1920 ان تدخل البنات الجامعة الاهلية ده. فقال لك لا، ده عيب قوي، عيب ان هم يبقوا في وسط الصبيان الاختلاط، منع للاختلاط، واحنا مجتمع محافظ. وعيب كمان ان البوسطجي اللي هيودي لهم الجوابات هيقرا اسمهم على الخطابات اللي رايحه لهم. اذا كانت الجامعه عايزاه، طبعا ما فيش بقى تليفون والكلام التكنولوجيا بتاعنا ده كله خطابات وبريد والكلام ده كله. البريد المصري متاسس 1902. صحيح. فعيب قوي ان البوسطجي يقرا اسم البنت على الخطاب. على كل حال تم قبول سهير القلماوي ومعها 3 تاني، يعني الجملة 4. ال4 دول أخفوا أسمائهم، حتى إن سهير القلماوي في بعض كتاباتها بتقول إن إحنا كنا ماشيين زي ما نكون في دورية عسكرية. إحنا ال4 في وسط حوالي 300 طالب. هنا فكرة الأعداد اللي حضرتك بتقولها، إحنا بنتكلم في دفعة 32 اللي هي اتخرجت من 29 ل 32، كانوا قول بقى 304. هي بتتكلم على ان هي كانت بتتحرك في وسط 300 طالب، هم الاربعه اتحركوا في وسط 300 طالب، يبقى قول 304. اديك وصلت للاعداد اهو. تمام كده. في التخصصات المختلفه. تمام كده. وكان في ناس بتيجي من بره تدرس عندنا، يعني في ناس من ايطاليا وفي ناس من اماكن مختلفه كانت بتيجي تدرس عندنا هنا اجانب في مصر. التحقوا بالجامعه المصريه. وخد كمان اللي اكبر من كده، دائما لو نظرت في بدايات الجامعات الإفريقية كلها والجامعات العربية كلها، أساسها جامعة القاهرة اللي هي أساسها الجامعة الأهلية أو الجامعة المصرية اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة. تم تخريج أول دفعة في 1932. وفي هذه السنة بالضبط كانت مشكلة طه حسين اللي هي مشكلة كتاب الشعر الجاهلي، وتم إيقافه أو فصله من الجامعة. وطبعا وقف أحمد لطفي السيد اللي هدد باستقالته إلى أن يعود طه حسين. حصل بقى رغم ان الصورة حضرتك معلش، الصورة اللي احنا الصورة دي نشرناها حصل ان الصحافة، انت عارف بقى الصحافة تحب تخش عشان تجيب الخبر من البيت الاصل، من الكنترول. دخلت وصورت سهير القلماوي مع بنت زميلتها تاني مع طه حسين. تمام كده. الدنيا هللت بقى في الوقت ده، ازاي بقى وكيفية ومعرفش ايه والكلام ده كله. من هنا عرفوا ان في بنات في الجامعة. واخد بال حضرتك. ودافع احمد لطفي السيد دفاعا مستميتا، وبدات بقى مرحله تعليم البنات او دخول البنات الجامعه. تمام كده. و لغايه بقى ما مصطفى مشرفه في الاربعينات عين واحده معيده برضه، ودافع عن ان هي من الاوائل وتتعين معيده، وهي سميره موسى. حضرتك يعني بتتكلم عن الخريجين. يعني حضرتك قلت اسمين، يعني قامات سامقة، كل واحدة منهم تحتاج حلقة. لكن الحقيقة ما جاء في ذهني وحضرتك بتحكي هذه الحكاية، أنها لم تكن معركة تعليم فقط، هي كانت معركة تنوير بالأساس. يعني أنت تواجه، لا أقول قيم، وإنما حزمة من العادات والتقاليد وأفكار تقليدية جدا منغلقة ربما، وأنت تريد أن تنفتح على هذا العالم من خلال التعليم. من هنا تأتي عظمة الحدث. عظمة الحدث. أنت من أوله وقفت قدام حكومة ما بتفكرش في الموضوع ده، خاصة أن القصر الحاكم بيبعت ولاده بره يتعلموا بره. صحيح. لكن أبناء الشعب يتعلموا أو ما يتعلموش، ما فيش. أنا كده كده فاتح لهم مدارس وبياخدوا البكالوريا
ليه بقى؟ لأن إرادة الاحتلال كمان إن أنا أخرج من التعليم موظفين وليس مثقفين، لأن المثقف ده هيقف قدامي ويطالبني بحاجات كتيرة، ويطالبني كمان بالجلاء والاستقلال والكلام ده كله. ومن هنا أيضا نستطيع القول أن جامعة القاهرة أو المدارس العليا هي من أشعلت ثورة 19. صحيح. هي من أشعلت ثورة 19. أضف إلى ذلك أنه في الثلاثينات والأربعينيات التحم الحركة الطلابية مع الحركة العمالية. صحيح. وده موضوع مهم جدا. يعني الحركة الطلابية مع الحركة العمالية عملوا حراك كبير في المجتمع المصري. كده الشعر يقول عمال وفلاحين وطلبة. أيوة تمام كده. وعندما فتح الإنجليز النار على المتظاهرين على كوبري عباس في سنة 1937، وفي انتفاضة أخرى في 1935 هدد أيضا أحمد لطفي السيد أو استقال، ولكن تم إرجاعه مرة أخرى. من هنا تأتي عظمة الحدث الذي نتناوله في هذا اليوم. صحيح. ونحن على مشارف عام دراسي جديد. يجب أن يعرف الجميع كيف ناضل أجدادنا للوصول. يعني طالب الجامعة وهو بيدرس لازم يعرف إزاي أن أجداده نضلوا عشان يعملوا له ديسك هنا يدرس فيه وهكذا. صحيح. يعني ربما من شهر أو شهرين كنت أطالع تقريرا يقول ربما تكون الأرقام تغيرت قليلا الآن، لكن إن في دولة زي كندا في 19 رئيس جامعة من أصول مصرية. يعني المد التعليمي تجاوز مصر والوطن العربي وأفريقيا زي ما حضرتك تفضلت. ومن المؤكد إن ال 19 رئيس جامعة في كندا هيبقوا لا قاهرة لا عين شمس لا اسكندرية في الغالب. حضرتك خد بقى المعلومات دي. أولا عندنا أكتر من 20 رئيس وزراء، يعني الإحصائية مش معايا بالظبط، بس هم أكتر من 20 رئيس وزراء في مصر من خريجي جامعة القاهرة. ثانيا وزراء في الحكومات العربية الآن وسابقا، ورؤساء جمهوريات. رؤساء جمهوريات نعم. درسوا هنا في القاهرة. لا نكون يعني مبالغين إذا قلنا أن الملك سلمان درس هنا في القاهرة، وإخوته الكثير يعني أكثر من أحد، والرئيس صدام حسين درس في القاهرة، والرئيس ياسر عرفات درس في القاهرة. وزي ما قلت لحضرتك إن دايما أي جامعة تأسست في إفريقيا أو في الدول العربية كانت تنظر في جامعة القاهرة قبل التأسيس. وكمان المعلومة عشان المشاهد أنه في 1955 تم تأسيس فرع لجامعة القاهرة في الخرطوم بالسودان. دكتور مصطفى، يعني أنا بشكر حضرتك جدا على ما تفضلت به خلال هذا اللقاء شرحا وإيضاحا لنشأة والمراحل التي مرت على هذه الجامعة.